بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا اختراع تمكنت منه اليوم. أتتني فكرة بأشياء موجودة، بعلبة بلاستيكية ولدات ترمى، اللدات الطويلة الناس ترميها. كسرتها ثم استعملتها هكذا، وتلاحظون أنها تشحن بأي شاحن هاتف. أي شاحن هاتف يمكن أن يشحنها، حيث أنها تستمر لزمن طويل. وتلاحظون إضاءتها هي قوية كما تلاحظون. وسأريكم طريقة صنعها بإذن الله، سترون. ها هو انطفأت. ها هي المعدات: وسائل عادية، قطعة حديدية، هذا الشريط موجود في مصابيح طويلة. عندما ترمى وتكسر أزاجها تجد هذا الشريط، وهذه بطارية الليثيوم الموجودة في اللابتوب كمبيوتر. وهذه هي القطعة البلاستيكية كما تلاحظون. هذه قاطعة مزدوجة مغيرة، تلحم لها خيوط، ثم تلصق القاطعة في القطعة الحديدية من الخلف، وخيط USB والقطعة تلصقهم باللاصق، ثم تكويهم باللحام هكذا. ثم تثقب القطعة البلاستيكية، تثقبها من ناحيتين، ثم تأتي بهذا الورق موجود في علب السجائر ألمنيوم حتى يعكس الإضاءة أكثر. تلصقه هكذا، لاحظ، حتى يعكس الإضاءة. ثم تفحص الليدات في الشريط، تفحصهم بخيوط البطارية واحدة. بطارية واحدة تكفيك، بطارية الليثيوم واحدة تكفيك. تفحص بها، وإن شئت تفحص بالملتيمتر، تظهر الإضاءة خافتة كما ترى في كل ليد، حتى نعرف أن الليدات غير محترقة. إذا وجدنا أحدهم محترق نستغني عنه. ما شاء الله. هذا هو الشريط موجود في المصابيح الطويلة، الناس ترميه بكثرة، وأردت أن يكون شيئا نافعا للناس، بدل أن ترميه الناس. من له موهبة هكذا ويتقن هذه الأشياء ينتفع به. نقصه بمقص، ثم ألصقه بغراء سيبرغلو على القطعة الحديدية حتى تبرده القطعة الحديدية. القطعة الحديدية دورها التبريد لكي تستمر الليديات ولا تحترق. هذه هي البطارية، بطارية الليثيوم، وهي تشحن. هذا هو الشريط، لاحظوا، نقصه بالمقص بعد فحصه. 2 لاد هكذا. هذا هو الورق الموجود في علب السجائر، فيه الألمنيوم حتى يعكس الإضاءة. نلحم الخيوط من رؤوسها بالقصدير لوليتان، ثم ستلاحظون ها هي الليدات ملتصقة بالقطعة الحديدية. بدأنا بها، ها هي كاملة الليدات، بقي لها الأسلاك. ها هي القطعة القاطعة، عفوا، ها هي ملحومة بها الأسلاك. هذا خيط USB موجود بكثرة، عندما تذهب ناحيته الأخرى نستفيد من شقه النافع الجيد. لاحظوا، ألحمت الخيوط الآن.
ها هي قطعة USB تحت والقاطعة فوق. لاحظوا كيف شكلها الآن بدأ جميلا من الداخل ومن الخارج. يستطيع الإنسان أن يبتكر أكثر وتكون له معنى علبة زجاجية، أو إلا أنني خشيت من الزجاج أن يجرح أحدا. ها هي البطارية في الأسفل والمصابيح، وتستطيع غلقها واستعمالها وهي تشحنها بالهاتف. وهذه هي الدارة، هذه هي دائرة ها هو الآن في الشاحن باليو اس بي، أي شاحن تستطيع أن تشحن به، فهي اقتصادية ونافعة للناس. أردت بها منفعة الناس، وأردتها إن شاء الله ثوابا عند الله سبحانه وتعالى وأجرا.